دخلوا البنات مكتبهم ولقوا الشباب قاعدين. البنات كانت هتموت على نفسها من الضحك لما شافوا منظر الشباب. حازم اللي كان قاعد على كرسي أطفاله بيشتغل، ولا أدهم اللي كان ساند على ظهر حازم، ولا زين اللي كان ساند على الحيطة يا عيني وبيشتغل. لكن حاولوا يسكتوا. ايه ده؟ ايه اللي حصل للكراسي؟ مفيش، فيران بس دخلت أكلت العجل بتاع الكراسي. كويس ان سابوا المكتب سليم. ايه؟ فيران؟ فيران ازاي يعني؟ وانتوا ازاي تسمحوا للفيران تخش المكتب وتعمل كده في الكراسي يعني؟ ازاي تسمحوا لهم بجد؟ معلش، اصل فران اليومين دول عايزين الذبح ويتعلقوا كده من رجليهم عشان يبقوا عبرة لمن يعتبر بعد كده. اضحك يعني ولا باين سناني ولا اعمل ايه بالظبط؟ خلاص بقى يا جماعة، هنفضل نرغي كتير؟ اتفضلي حضرة الرائد منك ليه، عندنا شغل كتير. كل ده قاعدين مستنيينكم. يلا عايزين نشتغل بعد اذنكم. وبعد فترة دخل العسكري. يا سيادة الرائد، سيادة اللواء عايزكم كلكم في مكتبه حالا. بص يا شباب، في مجرم كان هربان من بلده، ولما احنا مسكناه الشرطة بتاعت بلده طلبت مننا ترحيله. فانتوا هتبقى دي مهمتكم، تاخدوا الشاب ده وتوصلوه لشرطة المطار علشان يتم تسليمه لبلده الساعة 3 بالليل. تروحوا المطار. تمام يا فندم، في حاجة تاني؟ لا، تقدروا تتفضلوا. خرجوا الشباب من أوضة اللواء وهم عمالين يتكلموا مع بعضهم، وفجأة وقفهم زين وقام قال لهم: يا شباب بس ما ثانية واحدة كده، مين اللي هيروح المطار؟ هو انت مخك تخين ولا ايه؟ ما اللواء قال احنا الخمسة. لا لا لا، انتوا بتتعبوش نفسيكوا. بصوا، انا وادهم وزين هنروح ونقول للواء ان انتوا كنتوا معانا. خليكوا انتوا مستريحين، روحوا البيت احسن ليكم. لا معلش يا ست الرائد، احنا هنيجي. طب خليهم يجوا، على الاقل ينفعوا في حاجة. افندم، بتقول ايه؟ ايه؟ قلت حاجة غلط؟ لا، كلامك مقصود بيه اهانة، وواضح كمان. صح؟ لا، ولا اهانة ولا حاجة، بس انتوا مش نافعين حاجة في المهمة دي. لما بنسألكوا كأنكم ما تعرفوش حاجة. معنى انك بتقول كده معناها انك وصلت لحاجة في المهمة دي واحنا ما نعرفهاش. ولا قصدك ايه يا سيادة الرائد وانت بتتكلم كده؟ مش ده برضو كلامك؟ حازم حس انه ادهم ورطه شوية وان المعلومات هتتفضح، فحب يخروش على الموضوع فقال لهم: انا انا جعان. مش هناكل؟ انا جعان قوي. ما تروح تطفح. يا ساتر. وهنا أدركت وسام إن هي قالت بصوت عالي وما قالتش في سرها، وحست إن هي ورطت نفسها مع حازم اللي كان باصص لها باستغراب. بتقولي إيه يا ست الرائد؟ مش سامعك، ممكن تعلي صوتك شوية؟ قلتي إيه بقى تاني كده؟ أقصد هنروح ناكل فين عشان نتكلم ونطلع الكلام اللي أدهم لسه كان بيقول عليه إن هو لقاه في المهمة. بس أنا ما وصلتش لأي حاجة. تمام تمام قوي، احنا كده في المهمة دي متعادلين، وكلنا ما وصلناش لحاجة، ومش احنا لوحدينا اللي مطلوب مننا ان احنا نشتغل. ولو كلنا وصلنا لحاجة اكيد هنقول، يعني لو انتوا وصلتوا هتقولوا لنا، ولو احنا وصلنا هنقول لكم. صح؟ خلاص، يبقى كلنا متعادلين، محدش لقى حاجة لغاية دلوقتي. لفوا البنات وشهم وسابوهم ومشيوا. اوف، ايه ده؟ ايه القوة والجبروت اللي هي فيه ده؟ ايه ده بجد؟ يا ساتر عليها. اوف. خير يا وحش، مالك؟ في ايه؟ مالك بس؟ لا مفيش، بس صدمتني بجد. يعني كان فاضل لها شويه كده وتديني بالقلم على وشي. حسيتها كده. انا اصلا استغربت ان هي ما عملتش كده معاك بجد. انت تسكت خالص. ليه بقى؟ عملت لك انا ايه دلوقتي؟ هو مين اللي كان هيقول كل حاجه ويفضح الدنيا، انا ولا انت يا عم ادهم؟ وانت يعني عشان تنقذ الموقف ما لقيتش غير جوعك اللي تقوله؟ اهل هانم قالت لك اطفح، اخدت بالك من الكلمه؟ اطفح. خلاص، اهو اللي حصل بقى. هنعمل لهم ايه يعني؟ ماشي يا عم، بس ابقى افكر في الكلام. انا بس كنت حابب انقذ الموقف، مفيش اكتر من كده. يلا بقى، مش مهم يعني. خلاص يا عم حازم، اللي حصل المهم متفتحش قدامهم. طب بص اقول لكم، فاضل ساعتين، هنعمل ايه يعني دلوقتي؟ هناكل، انا جعان قوي بجد، انا جعان. طب والبنات هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل لهم ايه يعني يا عم؟ ايه هو ايه اللي هنعمل لهم؟ ايه لازم يبقوا معانا عشان لما نطلع كلنا على المهمة يبقى كلنا مع بعض زي ما اللواء قال.
اه صح صح، معاك حق. طب هنعملهم ايه؟ هنعزمهم يا فالح. اه ما هو ده اللي كان ناقص، ده اللي كان ناقص يا عم انت وهو. طب قول انت حل غير كده. لا مفيش حاجة، يلا بينا بس عشان نلحقهم، وابقى حاسب على كلامك يا عم ادهم تاني. تمام. ايه يا بنات، يا بنات هناكل. طيب الف مبروك. ايه بقول هناكل، هناكل. صح عندك حق، انا كان المفروض اقولك بالهنا والشفا. صحة وعافية. طب يا ستي الله يخليكي، ناويين نعزمكم، ايه معاكم؟ لا شكرا، معلش شكرا والله، ده مش عشان خاطر سواد عيونكم، ده عشان خاطر كلنا نطلع على المطار سوا مع بعض عشان انتوا عاوزين تيجوا صح. ماشي وماله، بس انا مش عايزه اكل. احنا مش هناكل ليه؟ خايفه تتسمي يعني ولا ايه بالظبط؟ لا ظريف. لا عشان انا وسام معانا اكلنا. حلو قوي، اتفضلوا معانا، اركبوا العربيات. هو انتوا بقى على طول بيبقى معاكوا اكلكوا كده يعني كل يوم؟ لا طبعا، ده على حسب صحيت ليا نفسي ولا لا، اقوم اعمل اكل، احضر معايا حاجتي، وانا مش اكتر احيان يعني ساعات بطلب اكل من بره بمشي الدنيا يعني. ايه ده؟ ايه ده يعني انتوا مش جو هيلسي واكل هيلسي والكلام ده ودايت ورياضه؟ لا طبعا، وانا هتأمر ليه؟ المتاح باكله خلاص. والله انا كنت فاكركوا عاملين دايت والجو ده. طب ايه بقى، لما بتتعصبوا بتاكلوا والزعل والهرمونات وكده ولا ايه؟ لا والله، يعني انا عن نفسي لما بتعصب بروح الجيم، بتمرن بوكسينج، وده بيريحني اكتر من الاكل والكلام الفارغ ده. بتتمرني ايه؟ بوكسينج؟ وانت شايفة ان ده طبيعي يعني عادي كده تتمرني بوكسينج؟ غريبة. ليه؟ وانت فاكر البنات ما تقدرش تروح الجيم وتلعب رياضة هي بتحبها وبوكسينج والجو ده وتضرب وتدافع عن نفسها؟ لا فوق، عشان احنا نقدر نضرب عصابة فيها 100 نفر بحالهم ولا يهمنا، ونقدر عليهم. وكمان كنا بنلعب باسكت في فريق المدرسة، وكان معانا زمايلنا كتير قوي، بس منهم اللي سافر ودخل كلية تانية كده يعني. كان معانا واحد صاحبنا بس نقل في دولة تانية. حلو قوي ده، يعني احنا كمان كنا بنلعب باسكت. خلاص نبقى نلعب في مرة مع بعض ونبقى نشوف مين فينا اللي هيكسب، واللي هو اكيد احنا. الو، ايوه يا سيادة اللواء. ايه يا فندم؟ عربية الترحيلات طالعة؟ طب يا فندم دقايق وهنبقى عند حضرتك. تمام يا فندم، في حفظ الله، سلام. يلا علشان سيادة اللواء قال عربية الترحيلات جاية، ولازم نبقى عنده في خلال دقايق عشان نروح على المطار. وبعد شوية نزل حازم وأدهم من الناحية التانية ومسكين المجرم من النص، والبنات كانوا معازين في العربية ولسه هينزلوا. استغل المجرم ان ادهم بيطلع اللاسلكي ويتكلم فيه وزق زين في الارض وطلع يجري. هرب يا شباب مننا، الحقوه بسرعة لازم نمسكه، اجروا معانا. قالوا حول، اقفلوا كل الابواب. وملحقش يجري بعيد، وهنمسكه ان شاء الله. راعوا يا شباب، كل واحد في اتجاه، وهنتقابل هنا كمان شوية. ايه؟ ما لقيتوش حاجة؟ انا تعبت من التدوير مش لاقيه خالص، مش عارف هيكون راح فين، والبوابات كلها مقفولة. انتوا دورتوا كويس يا شباب؟ انا كمان دورت كويس ومش لاقيه خالص، هيكون راح فين؟ بس انا لقيته. بصوا الشباب وراهم، كان في شاب ما يعرفوهوش بصوله بصدمة، بس نور ووسام بصوا لبعض وبعد كده ضحكوا، ونور جريت على الشاب الغريب ده واخدته بالحضن، والكل واقف منصدمين من اللي شايفينه. ومين ده؟ ونور تعرفه منين؟ إيجاد أدهم السيوفي، ضابط برتبة مقدم، عنده 28 سنة، قد أدهم وزين وحازم، شعره طويل شوية، ذكي وعنده سرعة ملاحظة، من أكفأ الضباط في المديرية. أهم إن هو يبقى أخو نور في الرضاعة وابن خالتها، تربي هو ونور ووسام مع بعض من صغرهم. بجد كان شغال في القاهرة، وكان بيسافر ساعات علشان يشتغل مع باباه وبيساعده في شركته اللي في دبي. انت بتعمل ايه هنا يا بجد؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا يا ستي جاي في شغل، انتي بس ايه اللي تعمليه هنا؟ انا كمان جاية في شغل، كان في مجرم لازم نسلمه لأمن المطار، بس هو هرب مننا. هو انت قلت ان انت لقيته ولا انت كنت بتهزر؟ لقيته بجد؟ فرحنا. امم ايوه يا ستي لقيته، لان انا اللي كنت هستلمه اصلا، وانا كنت واقف وهو خبط فيا، فقلت انت جاي لقضاك بقى، فقبضت عليه ووديته لامن الطياره اللي هيرحله لبلده. بس كده. بص بجد لوسام
وقام فاتح ايده. وسام ضحكت وقامت جريت على بجاد وعملت زي ما نور عملت بالظبط، جريت عليه واخدته بالحضن. وزاد استغراب الشباب اكتر، يعني ده عارف نور عشان كده حضنته، طب عارف وسام كمان كده لغايه ما حد قال احم. صح يا بجد، انا نسيت اعرفك بالفريق اللي انا بشتغل معاهم. احب اعرفك بسيادة الرائد حازم الدمنهوري، وسيادة المقدم زين السويدي، سيادة المقدم أدهم الهلالي. واحنا كنا جايين مع بعض علشان المهمة اللي كنا فيها، احنا هنسلم المجرم ده لأمن الطيارة. أعرفكم سيادة المقدم بجاد. وبما اننا خلاص قبضنا على المجرم وسلمناه للطيارة، فاحنا كده خلاص خلصنا ويا ريت نروح بقى، كفاية كده.